الواحد بيعمل شوية عصير مانجا ما حصلوش بجد. تعالوا اقول لكم ازاي بعملها، وتعالوا كمان اقول لكم نوع المانجا اللي تختاروها صح عشان تعملوا احلى عصير. اول حاجه بستخدم المانجا اللي هي نوعها زبده. دي بتكون المانجا من بره خضره بس من جوه بتبقى باللون الاورنج اللي انتوا شايفينه ده، وعايزه اقول لكم انها بتكون مستويه، بس انتي طبعا ممكن تشتريها وهي خضره وجامده تسيبيها لحد ما تستوي خالص بره التلاجة، بتلاقيها استوت عادي جدا. بتقومي بقى مقشراها زي ما شفتي كده، بس لما تيجي تقشري حاولي تسيبي شويه مانجا في القشر شويه، هقول لك دلوقتي ليه. بعد كده بقى البسي بقى الجلافز بتاعك عشان اللحوسه اللي هتحصل دي. هنبدا بقى ان احنا نقطع المانجا. تمام، لو حسيتي ان هي بتتقطع معاكي قطع قطعي، لو ما بتتقطعش يعني حاولي تهرسيها، المهم ان هي تبقى ايه يعني قطع او تبقى مهروسه، مش هنعصرها في الخلاط خالص ولا هنيجي جنبها. بعمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه، وطبعا النواه بتاعه المانجا برده بفضل انزل كل اللي فيها بالسكينه، ما تسيبيش اي حاجه خالص لان احنا مش هنسيب اي حاجه في المانجا دي غير لما نستفاد بيها. بعد بقى ما بخلص كل المانجا، يعني شوفوا انا هنا حاولت اقطع القطع اللي نفعت تتقطع، واللي ما نفعتش كنت بحاول افعصها كده بايدي مثلا، اعملها كانها مهروسه يعني مش تبقى عصير في الخلاط. زي ما شفتوا كده مليت الطبق دوت، انا كنت عامله 8 حبات مانجا كبار. خدت بقى الخلاط، هناخد بقى شويه القشر اللي طلعناهم على مراحل، لان مش هتعملي كلهم مره واحده. انا خدت هنا جزء من القشر وحطيت عليه 4 5 6 معالق سكر كده وكوبايتين ميه، وبعد كده بدات ان انا اضربها في الخلاط لحد ما احس ان القشر يعني اتهرس، بس مش عايزينه يتهرس بالكامل، لانه لو اتهرس بالكامل مش هتعرفي تاخدي لون المانجا الصح، يعني احنا عايزينه يبقى كده. شايفين المنظر ده؟ بننزل كده بالمصفى، طبعا بينزل معانا المانجا العصير اللي طلعت منه، والقشر بيفضل زي ما هو في المصفى زي ما شفتوا كده. بخلص بقى كل الكميه اللي في الخلاط بنفس الطريقه. خلي بالكم كل ما بنضرب في الخلاط اللون بيفتح وبيبقى مجرب، فما نضربش كتير، يعني ضربتين 3 كده، المهم ان احنا نطلع عصير المانجا اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الكميه دي كان في ناس كتير جدا بترميها في الزباله، القشر ما ناس كتير جدا ما بتستخدموش، بس هو بيكون فيه عصير كتير والله يا جماعه. بصوا دي كميه القشر بقى بعد ما طلعت خلاص هنرميها، وهنبدا ان احنا نخلط بقى المانجا البيور اللي احنا عملناها بدون اي اضافات على المانجا اللي طلعت من الخلاط. شايفين فرق اللون؟ هو في فرق لون بس دلوقتي مش هيبان لما هنقلبها كويس جدا مع بعضها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الجمال. هنا بقى حطي بقى كوبايه مانجا كده وعلى حتتين تلج، ودوقي احلى مانجا زي اللي بتشتروها من بره من المحلات وبتقولوا عليها جميله جدا، وتقدري تخزنيها بنفس الطريقه في اكياس بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، او ازايز براحتك خالص بقى حسب الفريزر بتاعك ما هياخد مساحه. وطبعا تخزينها زي ما انتوا شايفين بالسكر بتاعها وبالميه وبكل حاجه، يعني يا دوب هتطلعيها تفرغيها في كوبايات لرمضان، حلوه جدا جدا وهتسهل عليكي كتير قوي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو وتبقوا متابعه للصفحه. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.